تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لوكيشن التصوير لأحد الأعمال اللي بيشارك فيها الفنان أكرم حسني حالياً. المشهد المسرب عمل صدمة الجمهور ومحبي الفنان بسبب انسحابه من موقع العمل، وكمان طريقته في الكلام مع الشخص اللي كان بيحاول يقنعه بمشهد معين أو سيناريو معين. أكرم حسني ظهر وهو نازل من سيارة تابعة للإنتاج اللي بتكون محل إقامة مؤقت للفنان واستراحة ليه، ودار حواره بينه وبين الشخص ده كالتالي. الشخص ده اسمه نور وقال له بعد إذنك يا فنان، فرد عليه أكرم حسني خلاص يا نور لو سمحت، فقال له ما تسيبنيش كده وأنا بتكلم معاك. طيب رد عليه أكرم حسني أنا ما بسيبكش يا نور، أنا قلتلك مش هعمل كده. ولما حد بيصور قال له وهو منفعل هو حضرتك بتصور إيه طيب؟ وحضرتك بتصور ايه طيب؟ بس يا حبيبي. وبعدين وجه كلامه للشاب اللي بيكلمه وقال له انا مش هعمل ده علشان نبقى متفقين. فرد عليه الشاب اشرح لك طيب هيحصل ايه؟ فانفعل اكتر اكرم حسني وقال له يحصل زي ما يحصل، وبعدين سابه وركب عربيته اللي كان السواق مستني فيها. الشاب اللي اسمه نور حاول يكلمه من شباك العربية، لكن اكرم حسني امر السواق انه يمشي بدون اي اهتمام للشخص ده. الفيديو اثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الفنان المحبوب، خاصة ان طريقته اللي ظهر بيها ما كانتش احسن حاجة.